الشباب هي هذه الفترة، وتلبية لمتطلباتهم قلصت من 18 شهر إلى 12 شهرا. ولكن ليس هذا فقط، هناك امتيازات وحقوق جاء بها هذا القانون. نحن نعلم سيادة اللواء أن الخدمة الوطنية هي حق وواجب في آن واحد، لكن ما هي الحقوق والمزايا التي جاء بها هذا القانون بالذات بعد التعديل والمصادقة؟ أذكر من بين الحقوق الأخذ بعين الاعتبار وتعويض المواطن لدى انتقاله من سكناه إلى مركز الخدمة الوطنية أو مكتب الخدمة الوطنية لأداء الفحص الطبي والعودة، وأثناء تقدمه لأداء الخدمة الوطنية والعودة إلى بيته، وكذلك أثناء لما ينتهي من الخدمة الوطنية. بالطبع هناك مزايا أخذها هذا القانون، وأذكر أيضا احتساب المدة التي يقضيها المواطن في الخدمة الوطنية كفترة مهنية وتحتسب للتقاعد. يعني هذا مكسب جديد كان يعني مطالب لدى الشباب. ماذا عن المنحة سيادة اللواء؟ المنحة قد أعيد النظر فيها مؤخرا، وصارت يعني بصيغة مهمة لتكفي حاجيات المواطن إثر أداء الخدمة الوطنية، وهي قابلة للمراجعة حتى لما تقتضيه الظروف. من بين المزايا التي أتى بها هذا القانون الجديد أن الفرد الذي أدى الخدمة الوطنية ويريد الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي كعامل أو كمتعاقد أن له الأولوية، ويؤخذ ملفه قبل ملف الذي لم يؤدي الخدمة الوطنية، وذلك يكون حسب الشروط المعمول بها على مستوى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. في هذا القانون الجديد للخدمة الوطنية جاء في المادة 7 أن كل مواطن لم يبرر تسوية وضعيته أو لم يسوي وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه يعني شغور منصب عمل أو القيام بأي نشاط مهني آخر. هل من إيضاحات فيما يخص هذه المادة بالذات؟ في الحقيقة هذه المادة أثارت كثير من التساؤلات، وحتى أوضح المفهوم، هو الوضعية لأي مواطن مع الخدمة الوطنية يجب أن تكون متطابقة. هذا لا يعني أنه تحرر من التزامات الخدمة الوطنية. المواطن الذي في أثناء الدراسة وقدم شهادة مدرسية وتحصل على وثيقة هو في وضعية قانونية. المواطن اللي وضع ملف نتاع سند عائلي واستفاد من وثيقة هو في وضعية قانونية. يعني لا يمكن أن يكون معفى تماما كوضعية قانونية. يعني تسوية الوضعية لا يعني بالضرورة التحرر من أداء واجب الخدمة الوطنية. لكن سيادة اللواء، ماذا عن الشباب الذين يتخوفون من فقدان مناصب عملهم أثناء تأديتهم لهذا الواجب؟ هل اتخذ القانون تدابير في هذا الشق بالذات؟ بالطبع في هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الفرد الذي يكون في العمل ويذهب لأداء الخدمة الوطنية يضمن له عند انتهاء الخدمة بالعودة إلى منصب عمله إذا أراد ذلك، ويكون ذلك بعد في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد تحرره من التزامات الخدمة الوطنية. إذن سيادة اللواء، أنتم تطمئنون الشباب الذين يتخوفون من هذا الأمر؟ بالطبع، ما دام القانون يسمح لهم بالعودة في هذه المدة كما ذكرت، يعني مكسب جديد لهم. ننتقل من الحقوق الآن إلى الواجبات. ما هي الواجبات الجديدة المحددة في هذا القانون؟ من بين الواجبات الواجب الأول وهو الإحصاء، أي لو ريسونسمون لدى مصالح البلدية، ويكون ذلك لما المواطن يكون في عمره 17 سنة يتقدم إلى المصالح ليسجل نفسه.